السلام عليكم. فيديو جديد في يوميات وفاء ودينا. ده بعد العيد هعمل ايه النهارده؟ هنعمل مسقعه. طبعا خلاص بقى عايزين نغير الاكل شويه، فبقالنا شهر اهو ما عملناش المسقعه، فهعملها لهم النهارده. بس حبيت اتكلم معاكم يا جماعه النهارده في اول الفيديو. مش هبدأ مش هعمل اصلا المسقعه، انا بقول انا هعمل ايه، بس انا حبيت اتكلم معاكم دلوقتي. بقول لكل الاصدقاء سواء من اللي في مصر من خارج مصر، كلنا بنعلق لبعضينا على الفيديوهات. طيب بعد كده يعني يا ريتني يعني عايزه لما انا اعلق لحد ولا حد يعلق لي يشاهد الفيديو استفيد، وهو كمان نفس الحكايه. يعني عايزه انا افيدك وانت تفيديني. ازاي؟ يعني ان احنا نعمل مشاهده بحق على الفيديو. يعني اللي يخش على القناه اي حد فينا، كلنا بقينا اصدقاء، واصدقاء كلنا الحمد لله محترمين، وبقينا كاننا عارفين بعض. فعايزه كده، عايزه لما انا اشوف الفيديو بتاعك يعني ادي الفيديو المشاهده بتاعته. ليه؟ يعني مثلا بيجي لنا مشاهدات كتير، بس تيجي تخش على الاستوديو لا تلاقي مدة المشاهدة حاجة قليلة خالص. ازاي كل المشاهدات اللي بتيجي دي والتعليقات ديت والمدة عندك في الاستوديو صغيرة خالص ان الفيديو ما يترفعش؟ ازاي دي؟ معنى كده ان احنا اول ما بنشوف الفيديو بنعلق لبعض وخلاص. يعني تسلم ايدك حبيبتي مش عارفة ايه، الله ما شاء الله. لا، احنا كده ما فدناش بعض خالص 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 بصراحة. كده احنا ما فدناش بعض. فانا عايزة لما اعمل فيديو لا نفيد بعض في ايه؟ ان انا ادي الفيديو يعني المشاهدة بتاعته. ليه؟ ان انا افيدك كده، يعني انا كده فدتك وانت فدتيني. لكن اول ما بخش على الفيديو يعني اجيب فيديو على طول اروح معلقة عليه على طول، لا ما انا كده ما فدتكيش في حاجة ولا انت فدتيني. ده اللي انا اقصده. برضو عايزاكم انتوا تقولوا لي رايكم ايه في اللي انا بقوله ده دلوقتي. فانا يعني مش يعني الاقي ايوه المشاهدات عاليه وكل حاجه، طب ازاي المده بتاعت المشاهده قليله جدا؟ ازاي ان الفيديو يبقى انت ما فدتنيش في حاجه ولا انا فدتك؟ يعني زي ما انا اخش مثلا عندك اول ما بلاقي الفيديو اروح معلقالك وخلاص؟ لا، ما انا ما فدتكيش في حاجه، ما اديتش الفيديو حقه. انا كده ما اديتش الفيديو بتاعك حقه خالص. فده اللي انا بقوله، ان احنا يا ريت كاصدقاء جوه مصر من خارج مصر كلنا بقينا مرتبطين ببعض، وفي كتير قوي برضو بيخشوا معانا. بشترك لهم في القنوات بتاعتهم بالامانه. يعني اي حد بيخش عندي وبيطلب ان انا اشترك معاه او يبقى في اتصال بيني وبينه، على طول انا بفعل له الجرس وعلى طول بعمل اشتراك عنده، ان على طول اول ما بينزل حاجة تبقى ظاهرة عندي ان انا ادخل على القناة عنده او عندك واعلق لك. فانا بدور على مدة المشاهدة. انا بتكلم يا جماعة على مدة المشاهدة، ان احنا نفيد بعض بمدة المشاهدة. يعني مش ان انا مثلا اشوفك منزله فيديو اروح داخله على طول احط كلمتين، احط لايك، احط قلب وكده. لا، طب ما انا ما فدتكيش كده خالص. هتلاقي كتير بنعمل مش عارفه اللي خلاني اتكلم ايه. ان بصي مثلا ايوه التعليقات كتير قوي والمشاهدات عاليه قوي، طب اخش على الاستوديو لا، فين المده بتاعت المشاهده؟ مده المشاهده مش موجوده خالص. فانا بتمنى ان احنا نفيد بعضينا. انا بتكلم كمان عن نفسي انا، ان انا افيدك وانت تفيديني. يعني احنا عاملين القنوات ديت ان احنا نفيد بعض. انت بتخشي عندي وانا بخش وغيرك بتخش وغيرك بيخش، مش مفيش مشكلة خالص ان احنا يا جماعة نفيد بعض. فانا مش عارفة ايه رأيكم في اللي انا بقوله. فيا ريت تبقى مدة المشاهدة كاملة للفيديو على اليوتيوب. ده بقى فعلا ان انا كده انا فدتك فعلا.
مش دخلت كده عملت لك لايك وخلاص، او عملت لك قلب او كتبت كلمتين وخلاص، لا، لازم انا افيدك وانت تفيديني كاصدقاء. طبعا الصداقة دي حاجة كبيرة جدا، انا بالنسبة لي كده يعني حاجة جامدة جدا. يعني مش سواء اللي هنا معايا في مصر ومن خارج مصر بصراحة. فانا مش عارفة ايه رأيكم في اللي انا بقوله، ان احنا يا جماعة اللي ينزل فيديو مننا على اليوتيوب يديله حق المشاهدة. يعني لازم ناخد حق المشاهدة للفيديو. كده يبقى انا فعلا فدتك، يبقى انا كده صديقة فعلا، وغيرك بيخش وغيري بيخش، فاحنا كده. فانا بتكلم الكلام ده على اساس انا مش عارفة رأيكم ايه في اللي انا بقوله بصراحة، ده صح ولا غلط. فمش عايزة حد يعني يتجنب من كلامي او يزعل او يتضايق. انا بتكلم للمصلحة عموما، انا عن نفسي بتكلم للمصلحة لينا عموما كلنا، مش عليا انا لوحدي، لا، انا بتكلم على كل الاصدقاء اللي عندي على القناة على اليوتيوب، ان احنا كلنا ندي الفيديو حقه في المشاهدة. يعني مش ان انا اخش بس كده وخلاص، لا، لازم ادي الفيديو بتاعك حقه في المشاهدة. فانا مش عارفة رأيكم ايه في اللي انا بقوله، ده صح ولا غلط. فحبيت النهارده زي ما بقول لكم كده، قلت لدينا اعملي طبق مسقعه، بس انا مش هصور وانا بعمل مسقعه ولا حاجه خالص. انا حبيت ان انا اتكلم معاكم في اللي انا بقوله واشوف رايكم ايه. فطبعا في فيديوهات كتير قوي انتوا ما تعرفوش ايه اللي حصل في الفيديوهات. يعني الفيديوهات من اللي انا بنزلها، لا، ده في حاجات كتير قوي بيبقى في نص الفيديو في اخر الفيديو، حاجات كتير جدا بتحصل يا جماعة سواء عندي او عندك. لا، احنا مش متابعين خالص الفيديو كله بيبقى فيه ايه، مش عبارة عن اكل بس، لا، لازم يعني بيبقى فيه حاجات كتير قوي. فانا بتمنى ان احنا كلنا كاصدقاء على اليوتيوب نعمل اللي انا بقوله ده دلوقتي. اللي يخش مننا على فيديو لحد يدي الفيديو حق المشاهدة، يبقى انا كده فعلا فدتك، يبقى انا كده صديقة فعلا. فانا مش عارفة ايه رأيكم، فاتمنى ان انتوا دلوقتي تقولوا لي رأيكم ايه. انا هنزل الفيديو عشان تقولوا له رأيكم ايه، هنزله على كده، مش هكمل الفيديو اكل خالص، لا، انا حبيت اتكلم معاكم واشوف ردكم ايه عليا. فهستنى اشوف تعليقاتكم واشوف الرد بتاعكم ايه. يا رب ما كنتش طولت عليكم، ومش عايزة حد يتضايق من الكلام، انا بدور علينا كلنا كأصدقاء. فهستنى ردكم واشوف تعليقاتكم وتقولوا لي ايه رأيكم في اللي انا بقوله. السلام عليكم.